في أحد أحياء بوركينا فاسو المتواضعة، كان هناك شاب بسيط لا يملك شيئا سوى حلم وكتاب وقلب لا يقبل الظلم. اسمه إبراهيم تراوري. لم يكن سياسيا، لم يكن جنرالا، لم يكن ابن رئيس. كان مجرد طالب في كلية الجيولوجيا. كان يدرس الصخور، طبقات الأرض وأسرار المعادن. لكنه في أعماقه كان يدرس شيئا آخر أيضا: الكرامة. في مدرجات الجامعة لم يكن تراوري طالبا عاديا. كان ثائرا، يتحدث عن الفساد، عن فرنسا التي تنهب الذهب، عن الشعوب التي تعيش في فقر رغم غنى الأرض. ومع كل كلمة كانت أعين تراقبه، تخافه. لكن الطلاب كانوا يهتفون باسمه: تخرج والتحق بالجيش. ربما ظنوا أن النظام سيحطمه، لكن النظام هو من ارتكب خطأ عمره. داخل المؤسسة العسكرية رأى كل شيء: الفساد، التبعية، العملاء الذين ينفذون ما تقوله باريس. ورأى شعبا يذبح، وصمتا رسميا يخيف. وفي يوم من أكتوبر 2022 قرر الشاب أن يصنع زلزالا سياسيا، انقلاب. لكن ليس كأي انقلاب، كان انقلابا على التبعية، على النفاق، على الجبن السياسي. وقف أمام الكاميرات وبصوت ثابت قال: نحن جيل لا يركع، وسنحرر بلادنا من الاستعمار الجديد. رفض القصر الرئاسي وعاش في الثكنات. طرد الجيش الفرنسي وأغلق إذاعاتهم. سلح الشعب وحمى حدوده بكرامة، لا بطائرات أجنبية. من طالب جيولوجيا يدرس باطن الأرض إلى قائد يلامس أعماق الناس. هذه ليست مجرد قصة نجاح، إنها قصة شاب آمن أن العلم لا يكتمل بدون وعي، وأن الأرض التي ندرسها في الجيولوجيا يجب أن نحميها أيضا من السرقة. إبراهيم تراوري، ذهب لا يصهر. اشترك الآن لتكتشف الجانب الخفي وتعرف الحقيقة كما لم تروى من قبل.